السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بيكم النهاردة. فكرة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله تستفيدوا بيه. زي ما عودتكم إن أنا بجيب لكم أفكار تعتبر يعني جديدة، وتاني حاجة أفكار تنفع مشاريع مربحة. الفكرة دي سهلة جدا وإمكانياتها موجودة في كل بيت، مش محتاجين غير شوية كراسات وشوية كتب قدام، سواء هتشتريهم او هيكونوا عندك بتاعت ولادك، وتبتدي تعملي عجينة الورق. عجينة الورق عملتها لكم في كذا فيديو، لسه الشهر اللي فات عاملاها لكم في فيديو من الكراسات والكشاكيل القديمة بتاعت الولاد. هحط لكم اللينك بتاعها. تجيبي الكراسات وتقطعيها او كراتين البيض والحاجات دي كلها، وتسيبيها في مية مغلية يوم 2 3 4 لغاية اسبوع في الشتاء، لكن في الصيف فترة اقل. وبعدين تصفيهم وتضربيهم في الخلاط او بالبلندر، وبعد كده تبتدي تشكليها. هتضيفي ليها غيرة. النهاردة بدل الغيرة ضفت اللي هو المعجون اللي بنشتريه من عند الموان، اللي بيستعملوه بطانة للحوائط. المعجون ده جميل جدا، احسن من الغيرة، هيدي سهولة للعجينة ونعومة ليها، وتخليكي تقدري تشكليها التشكيل اللي انت عايزاه، وفي نفس الوقت فيه غيرة. فهتحطي مع الغيرة كمية من المعجون ده الابيض، هو اللون ابيض ده اللي انا عجنة بيه العجينة تاني مع الغيرة. وتبتدي تشكلي ده استنباط. ممكن تجيبي اي استنباط، او دي غلاف بتاع قطعات كحك وبسكوت. خدته وعملت بيه الشكلين اللي انتوا شفتوهم. وبعدين بنعمل اللي هي زي الخرز بتاع اللي بنشتريه للسبح، نعمل بيه الاكسسوارات بتاعت الحاجات اللي بنستعملها في الفيديوهات. شايفين عملت منه كور كده، والاشكال اللي هي القلب والنجمة، واي شكل يعجبك تعمليه بعجينة الورق وتبتدي تشكليهم. دي تنفع مشروع مربح جدا. اولا تعملي بيها اكسسوارات وتلونيها، او تبيعيها كده، واللي عايز يلونها يلونها براحته. بنسيبها فترة تجف، ممكن تحطيها في البلكونة هتجف بسرعة بعد يومين 3. لكن لو هتعمليها تدخليها جوه الشقة هتاخد فترة في الشتاء، لكن في الصيف هتنشف بسرعة. شايفين انا خرمت عصاية الشيش طاووق خرام كده، بحيث ينفع انك تدخلي فيها فتلة او تدخلي فيها سلك، بحيث تعمليها زي السبح كده، او شكل الخرز اللي بنعمله بيه العقاد والاكسسوارات اللي بنستعملها. طبعا ممكن تدهنيها بالرش، يبقى سهل جدا عن التلوين العادي. بس انا جبت سفنجة وابتديت ان انا ادهن كده. بحط يا دوبة الخرز على السفنج وابتدي ادهنه بده بدهان بلاستيك اللي بيعملوا بيه الحوائط برضو. ممكن تستغنى عنه وتجيبي دهان اللي هو معدني. يعني اسألي الموان وتحطي الالوان اللي انت عايزاها، او الوان اكريليك، او قبل ما تعملي العجينة نفسها تضيفي اللون اللي انت عايزاه. في الوان بتتباع عند الموان ب5 جنيه، تضيفي اللون اللي انت عايزاه قبل ما تبتدي تشكلي العجينة. بعد ما نشفت العجينة تقريبا كده. على فكرة الفيديو ده اديله اسابيع بعمل فيه، لانه بياخد وقت على ما تنشف العجينة وترجع تشكليها، وترجع تتنقع في مية وكده. ادي الشكل. عملت كذا شكل منهم، في اشكال كتير لسه هتشوفوها. دول كلهم، وعملت صغير وكبير، وخرمتهم طبعا بعصاية الشيش طاووق زي ما انتوا شايفين كده. ممكن عصاية الشيش طاووق دي تستعملوها كاكسسوار برضو، انك انت تحط جواها الخرزاية وتلزقيها بمسدس الشمع. يعني يا دوب تحط نقطة مسدس شمع وتعمليها زي زينة كده، تعلقيها تحطيها في فازة او اي حاجة. هنيجي ندخل الخيط ده، بيتباع بالبكرة كده. عايز ابرة يتدخل بيها تكون كبيرة، اللي هي بتاعة المنجد، بس انا مش يعني مش عارفة هي طريقة فين، فما عملتش بيها.
شايفين هتدخليها كده هتدخل، بس هتاخد وقت منك. فانتي هوريكم بالعصاية بتاعت الشيش طاووق هندخلها ازاي. هي عايزة ابرة ضروري، لان الابرة هتحوش هت- هتطلع تقريبا اهي طلعت. هتحاولي تدخلي كل الحاجات. انا دخلتهم بعصاية الشيش طاووق واوريكم في الفيديو ازاي ان انا دخلتها بالعصاية. عارفين السبحة الكبيرة دي اللي بتتعلق على الحيطة، اللي بتبقى 99 حباية كبار كده؟ ممكن تلونيها باللون الأزرق اللي هو بتبقى لون السبح أو الألوان دي، وتعمليها كمشروع مربح وتبيعيها. كل تكلفتها هي عجينة ورق وشوية اهو. شايفين بعصاية الشيش طاووق سهلة جدا اهي، يا دوبك تحطيها على الحافة وبسهولة تعملي العقد. الحاجة أم الاختراع، يعني انت ما بتحتاجي تعملي حاجة بتخترع حاجة عشان تعملي. شايفين بتبقى لغاية ما توصل سبحة كبيرة جدا. ممكن تعلقيها على الحيط او هنعمل بيها فكرة هتشوفوها دلوقتي. ان احنا هناخدها العقد كده كامل ونلفها حوالين البرطمان كده. وطبعا ممكن تحط الوان حلوة عن الالوان دي، او تلزقيها واحدة واحدة كده على حسب رغبتك. كده انت ممكن تستغنى عن شراء اكسسوارات، تعملي الاكسسوار على حسب رغبتك، كبير صغير، بعجينة الورق وتلونيه. وانا قلت لكم ان ممكن تضيفي اللون قبل ما تشتغلي اصلا في العجينة وتسيبيه ينشف مع العجينة نفسها. طبعا تلزقي بمسدس الشمع. ولو تحبي تلزقي العجينة قبل ما تنشف خالص على البرطمان هتلزق، تبقى منتهى السهولة من غير مسدس شمع ولا اي حاجة. هيبقى شكل البرطمان كده ينفع كاكسسوار. وممكن طبعا تغلفيه، بس انا حاطه اللي هو ورق الهدايا ده اللي بينمع. وهوريكم هستخدمه كوحدة إضاءة أو فانوس في رمضان إن شاء الله، يعتبر من تجهيزات رمضان. تحطي له وحدة إضاءة، سواء شمع عادي أو الشمع اللي بينور ده اللي بالحجارة. هيدي منظر في رمضان وولادك هيفرحوا بيه، ويعتبر زينة حلوة لرمضان أو في أي وقت من السنة. شايفين هيبقى شكله كده. وطبعا لازم تضغطي كويس على على الكور علشان تثبت. طبعا الكرة الكبيرة دي دي شكل فاكهة، ممكن تحطي فيها اي فرع ورد تبقى زي التفاحة او زي برتقانة او حاجات زي كده، فرع اخضر كده صغير. بس انا هوريكم هحط فيه نقطة مسدس شمع، وهعملها زي فازة صغيرة كده تبقى شكلها حلو، تتحط في اي مكان. شايفين يستحسن تحط نقطة شمع، انا حاطة نقطة بس مصورتهاش. ودي الحاجات اللي عملناها في الفيديو اللي فات وما لونتهاش، وعجباني جدا لما نشفت. اديلها حوالي شهر. شايفين العجينة لما نشفت بقت شكلها حلو. ودي واحدة معمولة بإزازة مية، والتانية معمولة بإزازة حاجة ساقعة إزاز. وممكن تعملي أشكال كتير واكسسوارات كتيرة تستفيدي بيها وتبيعيها. وأتمنى أن الفيديو يكون مفيد وابتكري حاجات أكتر. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. وإن شاء الله هبتدي معاكم احتمال بكرة، بس إن شاء الله مباشر إن شاء الله الساعة 9 بالليل. أتمنى أنكم تبقوا موجودين. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.